السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل لكم مربى البلح. البلح اليومين دول موجود بوفرة، وبالذات البلح السماني ده بيبقى حلو جدا، وكمان مغذي قوي للاطفال. زي ما احنا عارفين مش طول السنه بيبقى موجود، فبننتهز بقى فرصه ان هو موجود اليومين دول بنعمل منه احلى مربى. هقول لكم الخطوات بتاعته بسيطه وسهله جدا، وهتطلع معانا مربى حلوه جدا في الاخر. بنجيب البلح زي ما انتم شايفين، بغسله جدا مره واتنين وتلاته، وبعدين بننقعه في ميه وخل شويه عشان يطلع اي شوائب فيه، وبعدين بنجيبه زي ما انتم شايفين ونعمل فيه ايه. مش هنعمل فيه حاجه خالص غير اننا هنمسكه هنقشره كده اهو. هناخده كده نقشره بالشكل ده خلاص اهو. يعني مش مشكله حتى لو في قشره فضلت موجوده، بس اهو بيبقى بالشكل ده في الاخر. اقشر لكم كمان واحده زي ما انتم شايفين، بنقشره بالمقشره. يعني افضل حاجه في التقشير بتاع البلح بالمقشره مش بالسكينه، عشان بتطلعه لنا سهل مبتاكلش كتير من القشره. زي ما انتم شايفين اهي طلعت معانا بسهوله اهو. انا طبعا مقشره لكم شويه علشان اختصر الفيديو اهو. بيفضل كله كده زي ما انتم شايفين. هحط ده معاه، مش هنعمل فيه حاجه خالص غير اننا هنحط فيه ميه. هحط لكم برده فيه حبه ميه كمان. هنحط بقى هنغمره كده بالميه زي ما انتم شايفين خلاص. هحطه بقى هسلقه، بس مش هعمل فيه حاجه غير اننا هنحطه على النار هنسلقه شويه علشان في الاخر نقدر نطلع منه النوايا اللي جوه، ونبدا نكمل مع بعض المربى بتاعته. هحطه على النار دلوقتي وهحطه هيغلي غلوتين. شايفين بقى البلح بتاعنا زي ما انتم شايفين، حطيته على النار لمده 10 دقايق. مش هنسلقه قوي، مش هنخليه يتهري، بس عشان نقدر نتعامل معاه ونطلع النوايا بتاعته منه، فبنسيبه زي ما انتم شايفين. بصوا الميه بتاعته لونها طالع حلو جدا ازاي. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنشيله كده في بوله كده عندنا عشان نقدر نتحكم فيه. طبعا سخن قوي زي ما انتم شايفين اهو. شايفين بقى احنا بنحطه والمفروض بنسيبه يبرد شويه. هوريكم بقى النوايا بتاعته هنشيلها ازاي. هنجيب الشوب ستيكس بتاعتنا كده اهي، اللي زي بتبقى زي العصيان دي كده، وبعدين بنحطها. طبعا احنا سالقينه فهيبقى سهل ان احنا نطلع النوايا بتاعتنا بكل سهوله اهي اهو. هنبدا بقى نعمل كده. هوريكم كمان واحده. احنا المفروض طبعا تسيبوه يهدى شويه اهو. كل ما نحطها بتطلع من الناحيه التانية. هنعمل فيها ايه؟ هعمل لكم كمان واحده برضو. لو مفيش دي ممكن المقوار اللي احنا بنعمل بيه، اللي بنقور بيه البتنجان والكوسه، هيبقى برضو حلو. بس اهي احنا طبعا لما حطيناها تغلي لمده 10 دقايق زي ما انتم شايفين، بقت سهله جدا نطلع منها النوايا بتاعتها. هناخد بقى الجزء بتاع الميه اللي احنا سلقنا فيها البلح، وهنعمل فيها ايه؟ هنفضيها في اي حاجه، علشان انا هعاير الميه دي واخد منها معيار يناسب السكر اللي هنحطه في البلح اللي هنعمل بيها ايه. الميه دي هنرجع نحطها تاني ونعمل بيها المربى. فانا هعايرها ازاي؟ هجيب بقى كوبايه عشان نعاير الكميه بتاعه الميه ونعاير كميه السكر اللي هنحطها. هنعد كده وحدات العصير اللي طلع من البلح. كوبايه، 2، 3، 4. عندي جزء تاني هيبقوا 5 كوبايات. هنحط معاهم قد ايه سكر؟ هنحط معاهم ال5 كوبايات هنحط معاهم 2.5 كوبايات من السكر. ادي كوبايه كمان نص كوبايه. حطينا كده قدام ال5 كوبايات 2.5 كوبايات من السكر، يعني نص كميه الميه اللي هتطلع من العصير. طبعا انتوا عندكم كميه ميه اكتر هتعملوا كده المقدار بتاع الميه نصه بالظبط سكر. وهنبدا نحط معاها عصير من الليمونه، عصير ليمونه كده. وهنحط واحده من القرفه، وبعدين هنحط قرنفل برضو، كام حبايه من القرنفل عليها. وممكن نعمل ايه كمان؟ نحط لها معلقه من عسل النحل، تديها طعم حلو وتقعد وتحافظ عليها زي الماده الحافظه بالظبط. طبعا الليمون ماده حافظه، بس العسل النحل بيدينا نتيجه حلوه جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنرجع نرد البلح اللي احنا شلنا منه النوايا اهو. بصوا زي ما انتم شايفين خلصنا، حطينا الكميه كلها فرغناها من النوى، وبعدين حطيناها على النار. هنعمل ايه؟ دي طبعا الميه بتاعته
ورفعناه على النار، ما عملناش فيه اي حاجه، هنتعامل معاه زي المربى العاديه بالظبط. الليمون طالما غسلينه حلو ممكن ناخد القشر بتاعه كده شويه ونحط حتى واحده تديله النكهه بتاعه القشره دي، تبقى حلوه جدا. ونيجي نطلعها قبل ما يقعد على طول، يعني نحطها وبعدين قبل ما بتقعد المربى بشويه بنرفع القشره، بس بتدي نكهه حلوه جدا كاننا حاطين فيها فانيليا بالظبط. طبعا احنا بنعمل ايه في المربى؟ قبل ما بتبدا تغلي كده بتقعد تعمل زي لون ابيض من على الوش، فبنبدا نشيله خالص ونخلي لونها يبقى صافي زي ما انتم شايفين. وهنستنى شويه كمان وهوريها لكم برده وهي بتغلي. حلو جدا زي ما انتم شايفين، بيقعد له حوالي ساعه على النار كده لغايه ما يقعد معانا ويبقى مربى حلوه جدا. شايفين بقى؟ حبيت اوريه لكم برده. اول ما بتبدا تغلي زي ما انتم شايفين ما طلعتش حتى اللي هو الريم الابيض اللي بيبقى على الوش، ما طلعوش. بصوا تكاد تكون مفيش اي حاجه كمان منها. ليه؟ لان احنا حطينا لها السكر مظبوط والليمون زي ما انتم شايفين. انا سبتها حبيت اشيلها برده لما اوريهولكم اهي. وبنرفعها بقى وبنسيبها اهي. الليمونه كلها اللي كنا حاطيناها مع بعض شلتها، ما طلعتش اي حاجه على الوش. لونها جميل جدا زي ما انت شايفه، احتفظت بلونها الوردي الحلو. وبعدين هنسيبها بقى هتقعد وتبدا الصوصات بتاعتها دي تتقل خالص. وبعدين خلاص هنرفعها بقى من على النار وهوريها لكم برده قبل ما ابدا اقدمها في البرطمانات بتاعتنا. شايفين بقى المربى بتاعتنا جاهزه ازاي؟ هنعمل ايه زي ما اتفقنا؟ بنعقم البطرمانات ازاي؟ هي بنحطها في ميه مغليه، نحط البطرمان بنغسله حلو نحطه في ميه مغليه لمده 5 دقايق وبعدين بنرفعه نجففه وخلاص هو بيبقى جاهز. يا بنحطه في الفرن بنشغل درجه حرارته وبعدين بنقفله ونحط البطرمان برده فيه شويه. هنعمل ايه بقى؟ هنعبيه دلوقتي في البطرمان، هوريلكم برده قد ايه الكرمله بتاعته اهي. شايفين؟ ناخده كده بقى وهو سخن، مش هنستنى لما يبرد. ونبدا نوزعه بقى ايه في البطرمانات اللي احنا مجهزينها ليه. لازم يكون سخن واحنا بنعبيه. اولا بيبقى لسه الكرمله بتاعته فكه، لما بيقعد شويه بيقعد زي العسل بالظبط. وبعدين بيبقى كمان بيزود نسبه التعقيم في البطرمان. لو انتوا بقى بتحبوا زي ما اتفقنا تحطوا فيه وحدات من اللوز هيبقى حلو جدا برضه. خلاص. وبعدين بقى بنحط له برضه جزء كده من السيرب اللي طالع منه. نشوفه في طبق التقديم واوريكم قد ايه طالع حلو جدا. ممكن بقى ده يتاكل معاه قطعه من الزبده كده هيبقى طالع هايل هايل بصراحه. ايه رايكم بقى النهارده في المربى الحلوه اللي عملناها مع بعض؟ طبعا البلح اللي من دول موجود بوفره، بلح السمان ده بيبقى حلو جدا وفي نفس الوقت كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا. نعمل المربى دي ونخليها للولاد، نحطه مع التوست مع العيش البلدي، اي حاجه ممكن نحشيه بيها قطعه من الزبده يبقى حلو جدا. لازم تجربوه، حلو مغذي مفيد جدا للولاد. ان شاء الله يعجبكم باذن الله واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.